يا سيادة المدير، منظومة العمل بتاعتك بتعتمد عليك. في مدير فاشل، وده بينجح انه يحول الموظف اللي كله نشاط لموظف جاي ياكل عيش. بيخلي الموظف يكره الحاجة اللي بيعملها، دوره هيشرب كوباية الشاي وياكل السندوتشين. وفي مدير فاسد، وده بينجح انه يطفش الموظفين. جواه عقد نفسية، مش عنده ثقة بنفسه. بيرفع الموظف الفاسد ويديله مكافآت علشان بس ينقله الأخبار ويمشي وراه يسقف. وفي مدير تافه، دوره انه يراقب الموظفين على وسائل التواصل الاجتماعي. أما بقى عن المدير الجبان، فهو اللي بيزعق دايما وصوته عالي في المكان. دايما بيهدد الموظف بالفصل والخصومات والجزاءات. في أي مشكلة هيقولك نحلها بالود. مش بيحب يدخل في صراعات علشان يبان قدام الإدارة اللي أعلى منه إنه منظومته خالية من المشاكل وفل الفل، ومن خفية كان أعظم. وفي المدير الناجح، ودول قليلين، هنلاقيه واثق في نفسه وواثق في المنظومة كلها. دايما هيحمسك على الشغل، هيديلك دفع، هيوضحلك إن فريق العمل كله هو أساس النجاح. هيقعد مع الموظفين يشاركهم أفكارهم، يقدر يحول الموظف الفاشل لموظف ناجح. هيقف في ظهرك وهو المسؤول إن كل واحد يكمل التاني. المدير الصح هو اللي يعلمك أساسيات الشغل، الوقت والتركيز وحب الشغل نفسه. مين فينا عنده مدير ناجح؟ كم وزارة فيها مدير ناجح؟ للأسف التفهيم كتير والفاسدين والفاشلين أكتر. علشان كده متخليش مدير فاشل يحطمك. اشتغل وحقق طموحك، الكرسي مش بيدوم لحد.